السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو، من آخر وصفة، يا رب يكون عجبتك الوصفة. وما تنسيش في اللايك وشير وكومنت حلو تشجيعا منك ليا، ولو أول مرة تشوفي قناتي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس فضلا وليس أمرا. النهاردة معنا وصفة حلوة وجميلة زي ما انتم شايفين، وهي يخنة البطاطس. سهلة وبسيطة ومش مكلفة. وبصوا تعملها جنب اي حاجة، جنب رز سادة ابيض كده، رز بالشعرية، تحفة. هنا الكمية معايا، انا معايا 3 بطاطسات متوسطين و3 بصلات كبار. تمام، يعني البصل بيبقى اكتر من البطاطس بشوية. هنا حطيت زيت وحتة زبدة كده او حتة سمنة من عندك، وتسيح كده مع بعضيها، واكون بشرة ال3 بصلات. تمام يا حبايب قلبي. هتسيح معايا كده الزبدة والزيت، ولازم تسخن كده شوية. اروح مصفية البصل، ما تنزليش البصل كده بميته، لا صفي البصل على قد ما تقدري، وانزلي على السمنة او الزبدة اللي عندك السخنة. تمام. وقلنا 3 بصلات كبار على 3 بصلات متوسطين مش كبار. هبتدي بقى ان انا اصفر البصلايه بتاعتي ديت صفار خفيف، انا مش عايزاه الصفار الذهبي عفوا، الذهبي الغامق لا، او البرتقاني لا، انا عايزاه الصفار الاشقر. ليه بقى؟ لان انا لما هقلبه كده واديله تقلبتين ويديني الصفار الاشقر، هنزل عليه بمكعبات البطاطس. انا هنا كان عندي البطاطس قطعتها مكعبات زي اللي بنحطها كده في المسقعه او في شوربه الخضار. تمام، التقطيعه اللي هي المكعبات. هنا حسيت ان الماده الدهنيه قليله شويه، عشان يخنة البطاطس كده بتحب الماده الدهنيه تبقى كتيره حلوه فيها، عشان هي يعني الوصفه ان هي البطاطس هتتشرب من طعم الزبده بتاعتك والبصله. هتاخد 3/4 سواها فيها. اهي تقطيعه البطاطس اللي انا بقول لكم عليها، هي مكعبات، انزل ب3 بطاطسات المتوسطين على البصله. البصله هي برضو اصفرت الصفار الفاتح مش الغامق. ليه؟ لان انا هكمل تحمير البصل مع البطاطس، كله ياخد ويدي كده مع بعضه، البطاطس كده تتشرب ومن البصل والزبده. بصي بقى على البطاطس كده لونها عامل ازاي، عادي فاتح. بصوا بقى لما توصل للدرجه اللي انا بقى عايزه انزل عليها بالسائل بتاعي. بصوا اهي البصله احمرت، بقت اللون الاحمر الجميل دوت، والبطاطس 3/4 سوا. هبتدي انا كده غاليه ميه سخنه هنزل عليها بيها. مش شرط شوربه خالص، ولا بالشرط ان انت تعمليها بلحمه ولا باي حاجه، لا، هي اتطعمت بالزبده والبصل. وهحط بقى عليها ايه ده، لو حد متابع معايا الوصفه اللي احنا عملناها، البهارات اللي مع بعض. بصوا، لو مش عاملاها مع بعض هتحطي فلفل اسمر، وهتحطي كاري، وهتحطي كركم، وهتحطي بهارات فراخ، او ممكن تحطي بهارات لحمه اللي انت عايزاه. انا احبها بطعم الفراخ، اليخنه بتاعتي حابه ان هي تكون بطعم الفراخ، مع اني ما عنديش فراخ، بس البهارات بتاعت الفراخ هتديني الطعم ده مع الزبده مع البصل مع الزيت مع هحط لها فص ماجي واحد، انت مش عايزه تحطيه ما تحطيش، بس هو فص واحد بس، ايه يطعم يعني الدنيا كده معايا. وطبعا انا مش هحط ملح كتير، هي بس ذره ملح خفيفه، لان الماجي فيها ملح والزبده اللي كانت معايا مملحه، فخلي بالك لو الزبده مملحه ما تزوديش الملح مع الماجي. تمام كده، رشيت دقيت الفص الماجي، وما انصحش بالماجي يعني قوي. لو عندك شوربه في التلاجة في الفريزر شايلاها حطي، مفيش مشكله، بس انا بعملها بالطريقه دي، وهتاكلي احلى يخنه بطاطس ممكن تكوني جربتيها او دقتيها في حياتك. ليه بقى لان انا بقى مشرباها مع البصله والزبده ومع البهارات طبعا، كاري وكركم وفلفل اسمر وبهارات فراخ تحفه. بصوا بقى انا كده اديها تشويحتين برضو مع البهارات، وهبتدي انزل بالميه بتاعتي كده بتغلي ميه سخنه. تمام يا حبايب قلبي، او اغطيها يعني فوق منها كده زي صباعين، ما كترش في الميه او في الشوربه، علشان هي واخده 3/4 سوا في التقليب مع البصله. تمام، هتاخد كده غلوتين 3، هتلاقي الميه بتاعتك دي قلت، وهتلاقي الصوص كده تقل. بصوا الصوص بقى يعني الميه خفيفه ازاي. بصوا بقى الصلصه بقى بتاعت اليخنه لما تتقل اهي، بصوا بقت تقيله وحلوه، ومسكت البطاطسايه دايبه دوب، هتاكلي كده حاجه زبده.
بصوا بقى خلاص هطفي عليها وابتدي ان انا اغرفها في الطبق بتاعي، وتقدميها جنب رز ابيض، جنب رز ابيض، رز بالشعريه. تحفه تحفه تحفه. عايزه تاكليها بالعيش، تحفتين تلاتة يعني. بسم الله ما شاء الله. جربي الوصفة وما تنسينيش في اللايك وشير وكومنت حلو منك، وعلى ان اللايكات هتخلي الكل يشوف والفيديو يتفاعل والوصفة كله يقدر يستفاد بيها. شير لكل حبايبك واصحابك واخواتك وجيرانك عشان برضو كله يجرب الوصفة دي. الوصفة دي اعمليها في اي وقت في رمضان، تحفة تحفة تحفة. ما بيتكلفكيش. انت لو عندك بطاطستين وبصلاية، حبة رز بالشعرية جنب منك حتتين 3 بانيه، لو حد جالك كده بسرعة بسرعة ما تكلفيش نفسك. طبعا انت لو معاكي هتعملي اغلى حاجة واحسن حاجة، بس كل واحد بقى وعارفين بقى الظروف، فتقدميها مع حبة